مين؟ عاصف. معلومتك كديمي ومعفن زيك. بكرة بستنى منك الصافي. بصدر؟ أنت على لغتك سلم من شر. مش أنتوا بتقولوا هيك؟ أنت بتعرف عربي يا خلدون؟ والله بعرف شوي، يعني مرة بفهم مرة بفهمش حسب مروءتي اليهودي. مثل شو يعني؟ يعني لما جنودك اجوا خذوني وحطوني في السيارة، واحد بيقول للثاني أني رأيت عربي بين زيتونين. وشو معناها هاي؟ سهلة، يعني أنا شفت عرب بين الزيتون. طيب وشو قصة لوكا البشوت؟ يعني أنا عمري ما انحبست. بس هلا بدنا ننسى لوكا البشوت، لأنه أنت هلا كالبشوت. مش عامل شيء أنا، والله ما أنا عامل شيء. عملت كتير يا خلدون. بدي تحكي لي القصة اللي كنت بتحكيها لأهل البلد في السوبر ماركت. ولا شيء. وأنا قاعد في السوبر ماركت، أجى علي عاصف وعرض علي إني أعمل أنا وياه عملية في المستوطنة، وأنا وافقت. أنا وطنجي، أنا بعجبك، عندي انتماء، ووافقت. بعدين قال لي إنه أخرى يومين بده يجيب السلاح وننزل على المستوطنة ونبلش نحش. طيب وشو صار بعدين؟ كمل. وبعدين فجأة اختفى، يعني مش تقول طلع من الباب ولا كلم مع السلامة، فجأة ولا هو اختفى. أنا ارتعبت، صرت عاصف 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 عاصف، واصحى من المنام ولا هو خليل بيشخر بجنبي. وشو دخل خليل في الموضوع؟ يا زلمة ما كانت أحلم، هذا حلم، حلمت وصرت أخرف بالناس فيه. تتمسخر علي يا خلدون؟ تتمسخر علي يا كلب؟ لا والله ما بعملش أنا خواجات، أنا بمشي ستيني وأقول يا رب الحيط. انتوا العرب كذابين، وانتوا اساس كل المشاكل. يكشان عليك يا خلدون، موطن معفر، وأنا صحيت من حلم وكانت في كابوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله عاجبك إنه صار يقولوا لك يا أصيلة، يا أخت الأصيل. بس أفهم شو اللي مزعلك، شو ناقص عليك؟ ولك أنا اللي قاهرني وجالطني إنه طول عمرك بتتنازل عن حقوقك، ولك طول عمرك مش فقر. أي حقوق؟ ولك أخوي أبو مصطفى كان يعطيني محبة ومودة وكرم. كرم؟ كرم مين يا أمي الكرم؟ ولك أخوك يا أبو مصطفى كان طمعان فيكي أنت وأختك أمي جاسوس. أبو زياد احترم حالك، بكفي عاد. خلينيش أجيب سيرة أخوك عماد وأكشف المستور. بتجيبي سيرة عيلتي؟ ولك أخوي عماد أشرف منك ومن عيلتك. بكفي يابا، خلص بكفي. انت لوين بدك توصلنا؟ فهمني لوين. ما ضلش حدا بطل الصبر الا وكرهنا من تحت راسك. اصلا ما ضلش حدا الا وعملت معاه مشكله. بس انك ترفع ايدك على امي، بس ما حلكيش